انا زعلانه منكم يا بنات يا حلوين يا امارات، زعلانه 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 زعلانه. هتقولوا لي زعلانه ليه؟ اقول لكم علشان بتخشوا تتفرجوا على الفيديو وما بتحطوش اللايك. يرضيكم؟ والله انا زعلانه جامد عشان انتم ما بتقدروش خالص. انا بخش اعمل الفيديو وبتعب فيه وانتم ما بتقدرنيش يا بنات. المفروض تقدروني وتحطوا لي لايك حلو كده وتشجعوا اختكم بلايك حلو كده. جبر الخواطر على الله يا حبايب قلبي. اللايك 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 اهم حاجه، تحطوا اللايك يا بنات. اتفرجوا على الفيديو وحطوا اللايك لاختكم كده علشان يوصل لكم من اختكم كل جديد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. النهارده فيديو جديد في مطبخ خالة نور. وحشتوني كتير 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 من السنة ديت. اللي بصوا انتوا خلاص عدتوا مني وانا عدت منكم. يا بختكم بتشوفوني بس انا مش شايفاكم. ديت بس الحاجة اللي بينا حاجز يا حبايب قلبي. انتوا بتشوفوني لكن انا مش شايفاكم. حبايب قلبي وحشتوني كتير. وكل سنة وانتوا طيبين والأمة العربية كلها طيبة. يا رب يخش رمضان كريم وسعيد علينا يا رب بحق جاي النبي. خلاص رمضان يا ولاد بيفوت يجري كده والله العظيم. الواحد كل يوم بيعدي بيبقى زعلان. رمضان دوت جميل جدا في كل حاجة، في خير وفي رزق وفي كل حاجة وفي طاقة إيجابية وفي كل حاجة يا حبايب قلب. رمضان دوت جميل جدا وكل حاجة متيسرة فيه كده والله العظيم. يا ريته كان سنة كاملة يا حبايب قلبي، لكن المشكلة اللي هو شهر واحد وبيفوت يجري. عقبال ما نيجي نستمتع بيه بيكون خلاص طار. جميل قوي يا حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين وكل ام طيبه وكل اب طيب وكل اخوات طيبين وكلكم متهنيين يا حبايب قلبي. وعلى سفرة رمضان متجمعين كده ما تكونوش ناقصين يا حبايب قلبي، كونوا زايدين. يا رب يجعل عندكم الخير والرزق والسعادة والفرحة والبهجة ويخليكم يا رب ويخلي كل عيالكم ويخلي كل امهاتكم وابهاتكم. لو قعدت اتكلم معاكم من هنا للسنه الجايه مش هخلص كلام يا حبايب قلبي. يا رب يجعلكم مستورين. واهم حاجه الصحه يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم في كل فيديو. اهم حاجه في كل دوت الصحه 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 مفيش بعدها. يا رب يجعلكم كده مستورين وكل اللي نفسه في حاجه يحققها يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى تحطوا لايك حلو كده لاختكم عشان اختكم تشجع بلايكاتكم. اللايكات بتاعتكم دي بتفرق معايا جدا 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 وهي اللي بتشجعني وبتدينا حماس اللي انا اقوم اصور. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا حبايب قلبي. ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب بحق جاي النبي. يا رب ما يكسف كل ام وكل اب قدام عياله ويكون عندكم الخير والسعاده كده يا رب ويكون عندكم الرزق كله في بيوتكم يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي مش هطول عليكم. ما تنسوش تحطوا لايك حلو وكومنت حلو كده علشان يوصل لكم كل جديد. فير رنال يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي من اختكم. واللي اول مره يشوفني ينزل يشترك ويفعل كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. يلا بقى نشجع كده مع بعضنا ونخش نشوف هنعمل ايه في المطبخ يا حبايب قلبي. هنا يا حبايب قلبي قبل ما ابدا في الطبيخ بقى والحاجات نعمل العصير الاول. نبتدي بالعصير الاول. هنا بقى هنزل الخلاط اهو عشان نبتدي بالعصير. ثانيه واحده بس اشطف الشفشه علشان نعمل العصير ونكون احنا خلصنا كده العصير يا بنات. اول حاجه نعملها العصير. معايا هنا كيس عمان اللي هو الخروب ده يا بنات، مانجا عمان. رينال بتضحك. هكبه بقى في الخلاط اهو وهعمله في الخلاط وانزل بالسكر. خدي بالك بقى السكر دي تبع الرهن. حطهم كله. وهنزل بقى، لا ما ينفعش عشان ما يبقاش مسكر. هنزل بالميه اهو يا حبايب قلبي. الكيس بيعوز رتل ميه. وهضربه بقى يا بنات اهو. مشترك يا بنات. هنا بقى هضرب العصير اهو يا بنات. يبقى انا كده عملت العصير اللي هو التانك دوت.
بس حاجه تدوب السكر فيه وخلاص. طبعا احنا مش هنعرف ندوق. هنزله بقى هنا دي كده العصير بقى زي الفل. السكر راسي تحت يا ولاد. ننزل السكر ده حلو بس كده اهو كده. خلصنا العصير دي. نعمل بقى عصير تاني حبايب. هنا حبايب قلبي معايا كيس صوبيا. هعمل بقى كيس الصوبيا دوب. هجرب، انا عندي العيال ما بيحبوش بس انا هجربه لهم النهارده كده اشوف هيرضوا يشربوه ولا لا. ريحته جميله الصوبيا ده على فكره. وهحط هنا سكر. احط كمان شويه سكر يا بنات. عايزه تحط كريم جانتيه حطي، ما عندكيش خلاص انا مش هحط. كفايه قوي كده مش عشان ما يبقاش مسكر. هحط له بقى شويه لبن وشويه ميه. هحط قيمه كوبايه كده لبن اهو، وهحط الباقي ميه يا بنات. هاتي لي ميتي يا رنان بعد اذنك. انا حطيت السكر اهو يا بنات والصوبيا وحطيت لبن، وهحط بقى الميه. هكمل ميه اهو يا حبايب قلبي. كفايه قوي كده. عندك كريم جانتيه حطي، ما عندكيش خلاص استكفي بكده. يا بنات كده حلوه قوي. حاجه بس تدوب السكر فيه. شايفين رغوته؟ ولو حطيت له كريم جانتيه هيبقى حلو كمان، بس انا للاسف ما عنديش. هحط بقى الشويه الباقيين دول في كوبايه. بدل ما اوسخ شفشق تاني يا بنات هحطهم في كوبايه كده. هو طلع مسكر. رنال بتضحك يا بنات علشان انا بقول لها لا صح. علشان خاطر يا بنات انا كنت وانا بفض في الكوبايه بيبقى في سكر راسي في القعرات الشفشق، في الشفشق من تحت سكر راسي. فبقول لها جت اقول لها هيبقى مسكر قوي. بقول لها مسكر قوي. فهي قاعده تضحك بتقول لها هيفكروكي فتره. فانا بقول لها لا ده هو يا بنتي عشان السكر طلع كتير في ارضيه الشفشق كده. يا حبايب قلبي بقى خلصنا العصير. هعينه بقى في التلاجة وارجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي خلصنا العصير وعيناه بقى في التلاجة كده. خلصنا مهمة العصير. نخش بقى في مهمة الطبيخ. فانا هنا انا معايا بصلة هقول لكم هنعمل بها قشرت بس البصلة كده اهو، ونغسلها واضربها في الكبة عشان اقول لكم انا عايزاها ليه. اهو يا حبايب قلبي. همسكها بقى هنا احطها هنا في الكبه دي. اخرطها كده اهو واقوم ضرباها ضربه قوي كده، ما اخليش فيها تفل. هنزل بس البصل من على الحروف كده يا بنات بتاعه الكبه، علشان زي ما قلت لكم عايزاه يكون ميه قوي.
اهو يا حبايب قلبي. عشان بصلايه واحده بتعذب الكبه، بتبقى عايزه كام بصلايه كتار، فدي بصلايه واحده اهو يا بنات. اضربها كمان ضربه، لا تصيب لا تخيب بقى، لا تمشي لا ما تمشيش. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده قوي يا حبايب قلبي، حلوه كده رضا. نعمل بقى الشفشه الخلاط، نشوف عايزين البصله دي لايه. هنا حبايب قلبي انا كنت متبله الفراخ ديت، البانيه ده كنت متبلاه من بالليل. حطيت عليه ايه بقى يا حبايب قلبي عشان ما صورتوش معاكم، حطيت كده هنا، حطيت عليه كوبايه زبادي، وحطيت عليه بيضه، وحطيت عليه دقيق حسب ما قبل، وحطيت بقى البهارات بصل بودر وتوم بودر، وحطيت فابريكا ما كانش عندي، استكفيت ما حطيتش، وحطيت ملح وفلفل اسمر، وقمت مقلبه الخليط في بعضه وشويه 7 بهارات شطر يا ريناه، وحطيت كل الخليط ده وقلبته وحطيت البانيه. جت بقى بالليل على البصله كسلت اعملها، فانا ضربت البصل اهو، هاخد حبه بس من التفل صغيرين احطهم على، احنا كده كده لسه بدري اهو يا بنات. هاخد شويه تفل كده اهو وهعصره كده اهو يا بنات واخده اهو، هنزل بقى بالتفل ده عليها كده اهو يا حبايب قلبي. على اساس انا ما كنتش عملته بالليل التفل ده، على اساس انا كنت بالليل متاخره وكنت تبلت دي، فانا تبلتها هو التاني، احنا كده كده لسه بدري اهو يا بنات. وبقيت البصل اللي في الكبه دي انا محتاجاه دلوقتي، هسيبها بقى على جنب كده. ريحتها جميله في منتهى الجمال، جربي البانيه بالطريقه دي زي العسل، ولا بيفك معاكي، وبطريقه واحده هي، ولا تحطي اللبن في جنب لوحده ولا الدقيق لوحده ولا اي حاجه لوحده، كله على بعض. طريقه البانيه دي جميله في منتهى الجمال. يلا بقى نشوف هنعمل ايه يا بنات، وهركن البانيه كده على جنب. هنا حبايب قلبي معايا حله اهي، طبعا بانيه يعني مكرونه، هعلق بقى على تسبيكه المكرونه اهو يا بنات. احط لها بقى الزيت، والبصله اللي انا خدت بقيتها هكبها هنا على المكرونه اهو يا حبايب قلبي. لسه راح احطك عشان جديده اهو يا حبايب قلبي. هنزل بقى بالبصله دي للتسبيكه بتاع المكرونه اهي، وهخليها تحمر وتبقى زي الفل ماشيين بالترتيب اهوت، والجو معانا زي الفل، الجو ربيع اهو يا بنات. هسيب البصله بس تحمر كده، انا عندي ولادي بيحبوا البصله ناعمه خالص كده. هسيب بقى البصله تحمر اهي، وبعد كده ارجع لكم تاني اهي يا حبايب قلبي. هنزل بقى كده يا بنات، هنزل بسنه توم صغنطوطه كده اهو يا بنات، حاجه بس تدي للمكرونه ريحه كده وطعم، حاجه بسيطه كده اهو تبقى في المكرونه. عينك بس على البتاع كده عشان البصله ناعمه ما تتحمرش منك وتتلهف، انا مش عايزاها حمرا، انا عايزاها مصفر. على طول على طول المشكله اللي ما بتاخدش كميه كبيره اخرها اهو يا حبايب قلبي.
هفضل مستمريه كده اهو، وبعد كده اقوم نازله ايه بالطماطم. ريحه الطشه حلوه في البتاع. توم. اه اهو يا حبايب قلبي. هنزل بقى بالبصله، وهي الحمار دي حلوه قوي. رنان ما تسرحيش. انا جايبه اهو. هنزل بقى وهي بنات بكيس الصلصه. هصفيه حلو كده اهو. شوفي الصلصه لما انت عملتيها قبل رمضان بتريح الواحد دلوقتي ازاي يا بنات. بتطلعي الكيس على قد الطبخه وتطبخي على طول. هسيبها بقى يا بنات اوطي عليها واسيبها تتسبك. هنا يا حبايب قلبي بقى هنقشر بطاطس عشان نبقى نقلي بطاطس برضك. هقشر البطاطس اهوت. كل حاجه تجهزيها وتسيبيها يا بنات كده تبقى حاجتك جاهزه، ما تتلبخيش ساعه الفطار. اهو يا حبايب قلبي هقشرها بقى وارجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي انا خلصت البطاطس اهوت. انا عامله بطاطس كتير يا بنات علشان السحور. اما بكون هاتي كده عليا يا بنات. اما بكون قاعده فاضيه قبل الفطار بقوم مقشره البطاطس بتاعه السحور. لو في فول هقلله هعمله باي حاجه. الخضره بنضفها، خس بنضفه، يعني اي حاجه للسحور وانا فاضيه قبل الفطار بقعد اتسلى فيه. فانا هنا بما ان انا بقشر بطاطس للفطار، فقلت اما اعمل بتاعه السحور بالمره. فانا هنا مزوده البطاطس اهو يا بنات للسحور برضه. اللي بيعمل زي كده يكتب لي في التعليقات يقول لي انا بعمل زي كده بنقشر بتاعه السحور قبل الفطار. تبقي قايمه من النوم كسلانه، او تكوني نايمه وقايمه مش جايلك مزاج تعملي حاجه، تكوني انت مقشراه قبل الفطار. كده انا ركنتها على جنب اهو يا بنات. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا يا حبايب قلب الطماطم لسه بتفك اهيت. انا مطيه عليها والناسه تتسبك براحتها، احنا كده كده لسه بدري مش مستعجلين. هحط لها بقى هنا نقطه سكر اهي علشان خاطر الغازات يا بنات. هحط لها بس شويه سكر كده اهو، واسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. هتقولوا لي انا بادئه بدري. لا، بادئه بدري علشان رنال عليها درس وهي اللي بتصورني يا بنات. فانا قلت اما اشتغل الشغل دوت واعمل مصالحي اللي هي بتاعه التصوير دي ورنال موجوده علشان خاطر تصورني وهي موجوده. فانا بادئه في الحاجات دي علشان خاطر وهي موجوده تصورني، عشان لو انا صورت الحته الاخيره دي تبقى هي ما هياش هتبقى موجوده معايا بقى. دوت يا حبايب قلبي اهوت سميد بتاع الفيجيتار اهو يا بنات، اللي هنقلب بيه الفيجيتار بتاعي اهو يا حبايب قلبي. البنات. ومعايا كيس من دوت كنت واخده منه شويه، ودي بقيت حاجه بس تطعمه وتخلي لي طعم. هنزل بقى اهو واقلبه على بعضه وهركنه على جنب برضه لغايه لما اجي اقلي. بس انا قلت اما اعرفكم يا ولاد علشان خاطر رينال بتصورني وهي هنا. وكده هقلبه بقى. دي بقسماط على فيجيتار. هقلبه اهو يا بنات وهسيبه بقى. احط له كمان شويه ولا ما ابقى تمام. هسيبه بقى يا بنات على جنب كده ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا حبايب قلبي بقى التسبيكه اهيت زي الفل هي اتسبكت، وهسيبها برضك تتسبك شويه كمان يكون انا حطيت لها التوابل بتاعتها. احط لها هنا ملح اهو يا حبايب قلبي، وهحط فلفل اسمر. انا بحب الفلفل الاسمر في المكرونه كتير يا بنات. هتبقى حراق. حلو عشان ما تاكلش مني.
وهنا هحط لها برضك مكعب ماجي. المكعب الماجي ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطي ما تحطيش. انا بحب احط. وعايزه تحطي فابريكا حطي، ما فعنتش عايزه تحطي ما تحطيش. اسيبها بقى تتسبك برضك شويه كده يا حبايب قلبي وارجع لها تاني. هنا يا حبايب قلبي معايا خضره كنت شارياها وخس، هحط عليه ميه كده اهو. هسيبه بس يتنقع شويه وبعد كده بقوم نقعه بقى بايه، بخل الميكروب اللي فيه ينزل والحاجه اللي فيه تنزل كلها. بفتح عود عود كده اهوت لاي ترابه تنزل منه يا بنات. لازم لما تجيبوا خضار تغسليه، بالذات اللي عندها عيال، على اساس الخضار بيبقى ملوث بقى وفطر وكده، العيل ما ياكلش يجي ياخد خصايه ولا حاجه ما تكون نضيفه. هسيبه بقى يتنقع كده شويه واغسله تاني اهو يا حبايب قلبي. هسيبه بس يتنقع كده اهو واقوم حاطاله شويه خل. هحط له شويه خل كده اهو، لابد عن الخل ده في الخضار وفي كل حاجه. هسيبها بقى تنقع شويه، تنزل اي ترابه فيها ولا اي طينه لازقه فيها تنزل يا بنات اهو كده. هنركنه على جنب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا حبايب قلبي معايا طاسه فاضيه اهي، هحط فيها نقطه زيت. همشيها في الطاسه كده اهو يا بنات. وكان عندي كفته من امبارح كنت عاملاها وفاضت، فانا هرص الكفته ديت. كفته جميله وريحتها زي العسل اهي. هفضيها في الطاسه اهي واسخنها ساعه الفطار برضو اهو يا حبايب قلبي. كل الشغل اللي بتجهز يا بنات بجهزه دلوقتي. عندي الكفته اهي هرصها كده اهوت واخليها زي الفل علشان وقت البتاع اقوم مسخناها اهو يا بنات. حرام هي اللي شجعتنا على البتاع النهارده، المكرونه. قمت متبله بنات وقلت نعمل ايه المكرونه، وعندي الكفته يا بنات ابقى احمرها بقى واحط لها حته فحمه كده تاخد الريحه وتبقى زي الفل. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا يا حبايب قلبي بقى هنعمل السلطه. تعالوا ما نغسل بس الحاجات دي يا بنات اهي. اغسل الخضره كده اهو واغسل الخياره. احلى طبق سلطه. السلطه ده عندي في رمضان، ما بتتاكلش الا في رمضان. سبحان الله بيبقى لها طعم ونكهه كده في رمضان يا بنات عن الايام العاديه. انا بحب السلطه يبقى عليها عود الكزبره دوب. لو ما عليهاش عود الكزبره بتبقى في رمضان بحب الكزبره، بتدي لها نكهه كده وطعم يا بنات الكزبره. كزبره وخيار وطماطم. الناس بتعدل لكم الطبق عشان بكار. اي حاجه عايزه تحط فيها، عايزه تبشري جزر، تبشري بنجر، اي حاجه المتاح عندك اعمليه، اللي عيالك بيحبوه اعمليه. هعمل عليها خيار وكزبره. انا بعملها وبحطها في التلاجة. ما برضاش يا بنات احط عليها بقى ملح، لما باجي اقدمها بقى تتاكل احط عليها ملح على اساس ايه ما تسرطش الميه بتاعتها تبقى طريه كده. عندي العيال بيحبوا السلطه دي، ما بيحبوهاش يا ولاد خرط صغيره. عايزين الخرط كده يا بنات، ما بيحبوش الخرط الطماطم تبقى صغيره، عايزين الخرط كبير. يقولوا لك لا عشان ما تبقاش مستويه. فانا بعملها لهم كبيره كده اهو علشان ايه اللي بيحبوه يا ولاد بعمله. اهم حاجه هم ياكلوا اهو.
وانا بقى واحدة من الناس ما بحبش الطماطم. انت في حد ما ياكلش السلطه؟ لابد عن السلطه. ما انت رخرة عندك انيميا وشعرك بيقع، دي اعراض غلط. يا حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه طبق السلطه الحلو ده يا بنات حطوا لايك. لايك يا حلوين يا امارات، يتجبر بخاطركم ربنا وتسعدوا وتفرحوا وتتهنوا وتشوفوا عيالكم في احسن الاحوال يا بنات، يا رب بحق جاي النبي احنا وانتوا. يا حبايب قلبي كده انا اتخلصت من السلطه اهي. هحطها بقى في التلاجة واقوم مفضيها ساعه الاكل. مش هنا بقى هعبي المخلل بردك اهو. عندي كريم بيحب الزيتون الاخضر، كل واحد ليه طلب شكل يا ولاد، واحنا مضطرين نعمل اللي هم ياكلوه، اهم حاجه هم ياكلوا. يا حبايب قلبي كل دي بجهزها اهو قبل ما رنال تروح الدرس، وليا ميعاد والله عند الدكتور الساعه 4، فهي تنزل تروح درسها وانا هروح الدكتور الساعه 4. هعين بقى دول في التلاجة لغايه لما اجي اجيب الاكل اقوم حاطه عليها ملح، علشان خاطر لو حطيت عليها ملح دلوقتي بتقوم سارده ميتها، فانا مش عايزاها تبقى فيها ميه. هحطها في التلاجة وعند التقديمه اقوم حاطه لها الملح. هنا يا حبايب قلبي بقى هتبل البنات. همسك كده الواحده كده اتبلها اطلعها كده من بتاع الصوص بتاع. انا مقطعاه يا بنات حتت صغيره عشان ما تقولوش هو صغير، لا انا بحبه حتت صغيره كده، عندي العيال ما بيحبوش الحته كبيره، فدي سبب انا اللي مقطعاه كده اهو يا بنات. تكبسيه قوي كده اهو عشان الكفر ما يقعش من عليه اهو يا حبايب قلبي، شايفين اهو. وهرص على صينيه ناشفه كده. انا عندي العيال ما بيحبوش يكون البناها كبيره، عايزين كده حتت مقطقطه كده وتكبسيه قوي كده اهو يا بنات. شايفين كيس الفيجيتار مخلي ريحته جميله في منتهى الجمال. انا تبلت البناه اهو على قد اللي هياكل، تعملي على قد اللي هياكل. هنا يا حبايب قلبي خلصنا سفرتنا السهله البسيطه الجميله اللي على قد الايد. عملنا المكرونه وعملنا البناه اهوت يا حبايب قلبي، وعملنا الكفته وقلنا بطاطس وعملنا شوربه لسان عصفور ومخلل والعصير وفضل ونعمه من عند ربنا. تعالوا افطروا يا حبايب قلبي معانا. قبل ما نختم بقى ما تنسوش اللايك الحلو كده اللي بيسعدنا، ربنا يسعد قلوبكم. يلا يا حبايب قلبي فيديو جديد واشوف وشكم على خير. سلام عليكم.